السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في الصحه والسلامه ان شاء الله، يعني في احسن الاحوال. واخا الصدات تبارك الله في شهر 7 ما شاء الله، ولينا غادي نصبروا وقت هذا الحمد لله على كل حال. هنا البنات في هذا الفيديو جبت لكم الغريبه ديال السميده والكوك اللي بمقادير يعني متوفره في كل بيت، وكتصدق البنات كتجي هائله في المذاق ولا في التعليكه ديالها. نبداو ان شاء الله بالمقادير اللي عندي اللي غادي نستعمل في هذه الحلوه هذه، في هذه الغريبه. غادي ندير البنات عندي هنايا 3 البيضات من حجم متوسط. بيديروا البنات نتوما البيض كبير ديروه، انا هنا درت بيض متوسط. غنزيد هنا البنات القبصه ديال الملح اللي ديما كان ضروري غادي نضيفها في اي حلوه يعني كنديرها، ضروري غادي ندير ديك القبصه ديال الملح اللي كتعطينا واحد التوازن في المذاق ديال الحلوه. عندي هنايا عبار كاس ديال السنيده، عباره كاس عنبه. نخلط البنات بيديا هكا، نعرف السنيده باللي مندمجات مع داك البيض. كيفاش تستعمل الخلاط اليدوي تستعمل، وانا كنفضل هنا اليد. غادي نخلط مزيان داك البيض والسنيده حتى كيندمجوا. غنضيف البنات نفس الكاس العبار ديال العنبه ديال زيت الروميه. هنا البنات واخا تشوفوا هذا الكاس هكا راه كيهز عبر ديال كاس عنبه. غادي نعاود نخلط مزيان بيدي هكا حتى تندمج العناصر بيناتها. غنضيف هنا 2 معالق ديال الكونفيتور ديال المشماش، وهذا هو السر ديالنا البنات اللي كيعطي الغريبه ديال الكوك والسميده واحد التعليكه رائعه. غنضيف لهنا البنات هنايا قشره ديال 2 حامضات. انا كيعجبني كثر فيها هاد القشره هادي، كتعطيها واحد النكهه زوينه ديال الحامض. هنا البنات غادي نضيف الكوك ديالي اللي ضروري الا درتي ليه هذه الطريقه هذه ديال هكا بصبعانك اللي وريتكم في الفيديو، ضروري يخلي لك واحد ليدام هكا بين صباعك. يعني ضروري هذا الكوك اللي غتستعمليه يكون ميدم باش ينجح معك هذا الغريبه ان شاء الله. عندي هنا 250 غرام ديال الكوك، نخلط هكا بيديا. ومن بعد غادي نضيف السميده شويه بشويه، يعني حسب، حيت كاينه السميده اللي كتشرب البنات. انا كنضيف شويه بشويه وكنخلط، يعني ميداني ما تجينيش، خاص الخليط يكون جاري. غنضيف هنايا خميره حمراء 8 غرام البنات. غنضيف هنا 2 معالق ديال مايزينا اللي حتى هي كتخليها تكون معلكه. وغادي نخلط البنات. تشوفوا القوام ديال الخليط ما خصوش يجي قاصح، يعني باقي كيتلصق ليا هكا في صباعي. ومن بعد فاش غادي نغطيها ونخليها ديك 10 دقائق راه غادي تشرب. غنخلطها البنات هكا بهذه الطريقه بحال اللي كنعجن فيها باش تجينا معلكه. صافي البنات، هنا كنغطيها واحد 10 دقائق ان شاء الله، وغادي نرجع نشكلها معكم. وهنا البنات من بعد ما ارتاحت لينا الحلوه ديالنا واحد 10 دقائق، انتم راه كتشوفوا راه شربات. وغادي نشكلها على هذا الشكل هذا، غادي نفندها في السكر كلاصي. وغادي نحطها في الطاوه اللي مفرش ليها داك الورق. وفي هاد اللحظه البنات فاش كنشكل في الحلوه ديالي راه الفران شعلته باش يكون ندخلوا الحلوه ديالنا والفران سخون. وديما الغريبه كما كتعرفوا راه كتجي العافيه من الفوق منا. كنديروا البنات عافيه مهيله.
من فوق الغريبه ديالنا حتى تشقق لينا من الفوق، عاد نشعلوا ليها من التحت ان شاء الله. صدقوني البنات جربوها بهذه الطريقه هذه راه كتنجح 100% وكتجي فيها واحد التعليقه رائعه. تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. كنتمنى البنات تشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. غادي نكمل الغريبه ديالي على هذا الشكل البنات، وغادي نطيبها ونتلاقاو من بعد. وهانتوما البنات من بعد ما جبتها من الفران، هانتوما كتلاحظوا راها ناجحه 100%، كتجي مشقه وما غاديش نحيدها دابا من الطاوه حتى تبرد شويه. كنتمنى البنات تجربوها وعلى ضمانتي، وغتنجح لكم حتى نتوما ان شاء الله، وبصحتكم وراحتكم. وبسلامه عليكم البنات، ان شاء الله فيديو مقبل بحول الله. نتمنى بنساونيش ملي لايك ديالكم وتفعلوا زر الجرس وتبارطاجيو الفيديو. الى لقاء مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.